رايك ايه في منتخب المغرب؟ هايل 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 فعلا يعني. منتخب تطور عن بطولة الأمم. شفت بطولة الأمم كانت امتى؟ انت بتحس دي فيها منتخب تاني، تطور تماما في الأداء، في الشكل، في طريقة اللعب، في العناصر. في الراجل رقم 6 أيوب ده 18 سنة بيلعب في الليل، ايه ده؟ مش ممكن. ده اكنه بقاله 18 سنه بيلعب كوره بجد يا ابراهيم. حاجه ممتعه ولعيب صغير وقمه الثقه وكل حاجه والشخصيه شخصيته جامده جدا وكل باص من رجله الواحد صح وثقه الراجل في ال 18 بيستلم الكوره. ال10 لعيبه بيظهر ال10 لعيبه فيهم حارس المرمى. صح. شكل الاداء اتغير. الحاله الهجوميه بتاعتهم بقت ممتازه، الضغط في نص الملعب بيعملوه بامتياز اللي هم يعني تقريبا فريق البرازيل. لا ده مش البرازيل، عشان المغرب بيلعبوا كوره حلوه قوي وشكلهم حلو جدا. كل الناس كانت قلقانه بعد وليد الركراكي ان هو يمشي وكده، لكن واضح ان محمد وهبي عامل حاله ممتازه. دي ميزه المغرب. المغرب اشتغل بقاله سنين عشان يوصل للحاله اللي هو فيها دي. كمان عجبني قوي يا كابتن علاء ايه بقى؟ اتفضل. تصريحات اللعيبه بعد الماتش. كعادي احنا تعادلنا أيوة. وكان ممكن نكسب يعني. بالظبط. هم احنا يعني مش اللي هو هم احنا كمان عملنا ماتش اسطوري وتعادلنا مع البرازيل. بص يا ابراهيم، كمل من اللعيبه المحترفه في الملعب. ابراهيم تعرف ان البلد دي شغاله صح. شغاله صح على اللعيبه، شغاله صح على تاهيل المدربين كمان. كابتن بما احنا عدينا على كابتن حسام، وبما انه في لعيبه كتير في المونديال تألقت، عايز اقف معاك عند ايوب معدي. ايوب معدي بيور تالنت، هل تجد في الموضوع بعض المبالغات ولا اللي هو فيه يستحقه 100%؟ ما بجدش اي مبالغات اطلاقا. هو يستحقه 100%، لان ما فيش في العالم، حتى مش هقول لك في مصر، في العالم ما فيش لاعب ارتكاز 6 بيقوم بالادوار دي بشكل مميز الا اعداد قليله من اللعيبه، لدرجه ان هو بيلعب مين؟ هو بيلعب البرازيل. مين ارتكاز 6 في البرازيل؟ يا اما كاسيميرو في الشوط الاول، يا اما فابينيو في الشوط الثاني، ودي لعيبه ليفل كلاس ايه، ريال مدريد وليفربول قبل كده. فانت بتتكلم في لعيبه هم دلوقتي فوق ال 30، لكن عندك مثلا فابينيو 32 سنه مش كبير قوي. صلاح هو 32 سنه خد هداف الدوري والاكثر شعبا الاهداف في الدوري الانجليزي، احسن دوري في العالم. فما اقدرش اقول ان هو كبير قوي فابينيو مثلا، لكن كاسيميرو 34 سنه. لكن لو جينا نعمل مقارنه ما بين الاثنين، فابينيو بعد الماتش قال ان احنا كويس جدا احنا تعادلنا، يعتبر التعادل الحمد لله يعني احنا تعادلنا، لان خط وسط البرازيل ما عرفش يجاري خط وسط المغرب بسبب هذا اللاعب وغيره، لكن هذا اللاعب في المقام الاول. ماشي. فاحنا ممكن نجيب شويه احصائيات نقارن وعدي بالاثنين مع بعض، لان في واحد لعب الشوط الاول وواحد لعب الشوط الثاني. هو ما ريحش، هو لعب، هو طبعا صغير في السن ومش المفروض يريح، لكن هو لعب الماتش كله. تعال نقارن الارقام ببعضها. يلا فهمت. ونجيب احصائيات ليها علاقه بالمركز ده. عدد مرات حمل الكوره، يعني انا كم مره جريت بالكوره؟ هو لوحده 24 مره، هما الاثنين مجتمعين 14 مره. مسافه حمل الكوره بالمتر، انا جريت بالكوره كم متر بالكوره مش من غير الكوره؟ 208 متر. هما الاثنين مجتمعين 95 متر بس. طيب بيجري ورا لقدام؟ لا، هتلاقيه جري 60 متر لقدام، هم 45. طبعا المغرب كانت بتدافع اوقات كتير، طبيعي ان هم يجروا لقدام، لكن هو انه يجري لقدام ده كان بيعدي من اللعيبه. وهنيجي للمراوغات كمان شويه. اطول انطلاقه تقدميه بالمتر، يعني جري لقدام. الارقام دي فضيحه للبرازيل يا عمرو. صحيح، الارقام دي فضيحه للبرازيل. صحيح. نص ملعب برازيلي. صحيح، ده انت البرازيل المفروض لعيب عندك حريف حتى اللي بيلعب نص ملعب البرازيل لوحده. يعني دونجا الاساسي بقى، مش كل الدونجات دي، دونجا الاساسي ما كانش يبقى دي ارقام 100% طبعا. فاطول انطلاقه تقدميه بالمتر، جري 18 متر بالكوره وما اتخدش منه. هم ما فيش ولا مره جريوا كتير بالمتر وما اتخدش منه، ولا مره زاد لقدام، ولا مره جري كتير اكتر من 3 4 متر، ما فيش ولا مره. ماشي تمام. المسافه المقطوعه بالكيلو هو 11، هم 10 ونص. هنا الدنيا قريبه من بعضها، الاثنين على بعض. بس هو لاعب المفروض يتعب هو لوحده. هم كل واحد خد شوط واحد بس. صحيح. بس هم كبار في السن فمش هنتكلم في النقطه دي. عدد الركضات سبرنتات، ركضات السريعه دي سبرنتات، هو عمل 10 وهم عملوا 4 فقط. مراوغات نجاحها هو 3، هم الاثنين على بعض 0. دقه التمرير زي بعض، بس تمريراته دي يعني فيها البركه لانه بيجري لقدام وبيلعب لقدام. التحامات نجاحها دي برده مفاجاه، هو 9 هم الاثنين على بعض 4. ارقام ممتازه بصراحه لبوعدي. فازاي نقول ان هو مبالغ في تقييمه؟ لعيب في السن الصغير ده يعمل الارقام دي اللي ليها علاقه بمركزه، دفاع وهجوم والتحامات ومراوغات وكل دي تشكيله هو نجح فيها كلها وتفوق عليهم بمراحل كمان. قد يكون رجل الجوله الاولى طبعا من دور المجموعات، والعالم كله بيتكلم عنه حتى ده دليل. صحيح. ايوب معدي وله حق ارتيتا يتجنن عليه، وهيبقى صراع كبير. بس عايز اقول حاجه هنا في الصيف. اتفضل. لو برشلونه فوت اللعيب ده من تحت ايده ده فشل،
اصل مش لازم اجيب صفقه تفشل عشان تبقى فشل، في صفقه لو ما جبتهاش ده فشل. اشمعنى برشلونه؟ لان ده اكتر نوع من اللعيبه يليق على برشلونه، واكتر نوع من اللعيبه يحتاجه برشلونه، ونوع نادر في العالم. انا عارف ان ارتيتا بيلعب كوره حلوه ومحتاجه، وفي مدربين كتير محتاجينه، بس انا لو مثلا مسؤول في برشلونه ما يعديش من تحت ايدي. مفيش حته بيريز مع الصرف اللي نازل يمين وشمال، مفيش حد بديل لتوني كروس، والراجل جايب برناردو فعايز حد يبقى معاه. لا بيريز ده عايز كاسيميرو والناس دي، احنا خلينا يا ريس خليك يعني ما كده حته بيريز كده حسب بقى يبقى في الانتخابات. تفاوض. وبالمناسبه يعني هي صفقه يعني لو بيريز ما بفترض يعني لو جابها النهارده صفقه جماهيريه من الطراز الرفيع، هي مفاجاه للعالم ان ريال مدريد لو قدر يمضي بوعدي مثلا طبعا يعني. طبعا مفاجاه كبيره، مفاجاه كبيره، لكن هو كورته تلعب برشلونه جدا. صحيح. طيب اليوم نشاهد منتخب مغربي بهوية دعني أقول بأنها ممزوجة بين فرنسا وأسبانيا تقريبا، عقلية اللاعبين، طريقة اللعب، الأسلوب، وأيضا في حاجة إضافية لازم نزيدوها، تشبيب المنتخب المغربي سبب حالة من الانتعاش في وسط الملعب، ويكون مرهق لأي منتخب يواجهه. ليلة كبيرة المغرب امبارح. العالم الكل البارح متفرج في التلفزيات أجنبية الحقيقة وغربية بالأساس، يتحدثون وما غلطوش عن كون مقابلة المغرب والبرازيل هي أول قمة في المونديال. هذا الحديث ما كانش يكون قبل. المغرب والبرازيل كانت تكون مقابلة عادية مثل كل المقابلات، ولات قمة. علاش وما غلطوش العالم الكل كي قالوا مقابلة قمة؟ لأنه يعتبروا أنه المغرب هو اللي وصل للقمة. ثم ما غلطوش أيضا، وأكدت المغرب البارح وأنه المغرب ولا من كبار العالم. المغرب من كبار العالم. أنا نوافق يا جمال وقت اللي نسمع بعض العناوين وأنه المغرب معناها اقتلع التعادل امام البرازيل، او المغرب حصل على التعادل امام البرازيل. لا، اقلب الجمله. اقلب الجمله كما قال لك عادل امام، اقلب الورقه. اقلب الورقه. البرازيل حصل على نقطه امام المغرب. ما تفرجتوش في المقابله؟ ال 30 دقيقه الاولى تقول البرازيل هي المغرب، والبرازيل ما جاتش. وما جاتش مش على خاطر خايبه، ايوه، ما جاتش على خاطر المغرب راهو غير عادي. راهو السبع دقائق الاولى والعشر دقائق الاولى الضغط المغربي استثنائي. معناها شوف الخطه اللي حضرها المدرب. راهو العشر دقائق الاولى عاود تفرج تقول 2 بلاش كانت مفروض 3 فرص 10 دقائق. راهو 10 دقائق ما يتنفسوش. فينيسيوس اول كوره بعد 14 15 دقيقه، وفينيسيوس اللي هو احسن لاعبي في البرازيل البارح. كازيميرو الصحف الكل عنوان كبير، ايوب يفسخ كازيميرو. وزاد هاوكا انشيلوتي اكد الفسخ نتاعو في بين الشوطين، قال وقت غالي تبديله.